السلام عليكم. لو عايزين تاكلوا ميني بيتزا تكون مظبوطة جدا وواخدة لون حلو كده والجبنة بتاعتها كده بتمط معاكم للسقف، بجد الجبنة بتمط للسقف يا جماعة. شايفين المطة بتاعت الجبنة؟ هقولكوا ازاي تطلع معاكم الجبنة كده بتمط وما تنشفش معاكم. ميني بيتزا طرية كده زي القطن، بجد هتعجبكم جدا والحشوة بتاعتها تحفة. وطبعا تقدروا تنوعوا في الحشوات بتاعة الميني بيتزا زي ما انتوا حابين. تعالوا كده نشوفوا الطريقة، بس لو اول مرة تشوفوني انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هجيب بقى عندي هنا كوبايتين من المية الدافية، طبعا عشان الجو سقع وكده فلازم نستخدم مية دافية، لو احنا في الصيف مية عادية من الحنفية. هحط بقى في المية عندي معلقة خميرة كبيرة، انا استخدمت خميرة بيرة، لو هتستخدموا الخميرة الفورية يبقى هتحطوا معلقة كبيرة ونص. حطيت كمان معلقة ملح صغيرة ومعلقة سكر صغيرة. عندي كمان هنا معلقة خل كبيرة. الخل حلو جدا في المعجنات، بيدينا هشاشة حلوة جدا. هقلب بقى كده كل الحاجات دي مع بعضها كويس جدا كده لحد ما دوب معايا الخميرة بالشكل ده. بعد كده هنزل عندي بكيلو من الدقيق اللي هما 8 كوبايات بمج الشاي. كيلو الدقيق ده هيعمل لي كمية كبيرة جدا، لو حابين انتوا تعملوا كمية اقل شوية هتعملوا نص كيلو من الدقيق بس. هقلب كويس بالشكل ده كده، ولما تحتاج مية هزود لها كده شوية بشوية بالتدريج. جبت بقى معايا كمان كوباية من المية الدافية كده، لان العجينة محتاجة معايا لسه مية تاني، فانا هضيف كده برضو شوية بشوية واقلب كده لحد كل الدقيق اللي عندي ده ما يختفي خالص. هبدأ بقى اشيل المعلقة دي خالص واعجن كويس جدا بايدي كده لحد العجينة دي ما تتلم معايا. هضيف بقى كده شوية مية كمان، يبقى هنا كيلو الدقيق خد معايا 3 كوبايات من المية. اول العجينة ما اتلمت بالشكل ده هضيف لها كده ربع كوباية من الزيت، وابدأ بقى اعجن العجينة كويس جدا واشربها الزيت ده. اعجنوا بقى العجينة كويس كده علشان تديكم في الاخر نتيجة مظبوطة، لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، ناعمة كده وطرية ومش مقطعة خالص معانا. هغطيها بقى بكيس كده واحط عليها كمان فوطة واسيبها لحد ما تخمر معايا كده ويتضاعف حجمها. خلاص هنا بقى العجينة بعد ما خمرت معايا بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هشيل بقى منها الكيس كده، وابدأ اخد العجينة دي واقطعها كور صغيرة كده على قد الميني بيتزا اللي انا هعملها. هحطها بقى كده على طول على الصينية او على الصاج اللي انا هخبز فيه كده على طول، وطبعا بسيب بين كل واحدة والتانية مسافة علشان لسه هنضغط عليها وهتفرش اكتر من كده شوية. خلاص كده قطعتها بالشكل ده، بسيبها برضو ترتاح 5 دقايق، وبعد كده بجيب كوباية وحاطة هنا عندي شوية دقيق، بحط الكوباية كده في الدقيق وابدأ اضغط كده على العجينة علشان تعمل لي تجويف لجوه بالشكل ده. طبعا بحط الكوباية كده في الدقيق علشان العجينة ما تلزقش معايا كده في الكوباية. بعد كده هجيب معايا صلصة البيتزا وهبدأ احط في كل واحدة معلقة واحدة بس كده ادهن بيها البيتزا، وكمان بدهن الحروف بتاعة البيتزا علشان تاخد معايا لون حلو كده. بعد كده استخدموا اي حشوة انتوا حابينها، انا كان عندي هنا لحمة مفرومة ومقطعة اللحمة المفرومة فلفل الوان كده بعد اللحمة ما استوت معايا. هحط في كل واحدة كده معلقة صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما حطيت اللحمة كده بضغط عليها ضغطة بسيطة كده علشان تمسك معايا في الميني بيتزا وما تقعش مني الحشوة. بعد كده جبت ميكس من الجبن، معايا جبنة رومي وجبنة موتزاريلا، هحط شوية على الوش بالشكل ده. لو انتوا حابين المطة بتاعت الجبنة تبقى بتمط معاكوا كده وما تبقاش ناشفة، فانتوا ضيفوا الجبنة بعد الميني بيتزا ما تستوي معاكوا في الاخر كده، قبل ما تطلعوها مثلا ب3 دقايق هتحطوا على وشها شوية جبنة، فهتبدأ ان هي تمط معاكوا وما تاخدش لون ولا تنشف معاكوا. حطيت بعد كده معايا الزيتون وهدخلها الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بولع لها من تحت بس، واول ما تاخد لون من تحت بروح مولعه الشوايه علشان كمان تاخد لون حلو كده من فوق، وهتطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، بجد تحفه. طلع معانا طريه كده واخده لون حلو جدا من تحت ومش لازقه معانا كمان في الصاج خالص، بتطلع معانا بكل سهوله. شايفين الجمال اللي انا ماسكاها دي؟ بقى في الاخر كده ضفت على وشها شويه جبنه قبل ما اطلع مثلا الصاج ب3 دقايق كده، رحت حاطه شويه جبنه كمان على وشها. شايفين بقى المطه؟ تطلع معانا الجبنه بتمط كده.
شايفين الجمال؟ مطة معانا للسقف. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.